السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بأحلى متابعين على قناة الحدوتة. معادنا النهاردة مع مسلسل جديد وهو المسلسل الكوري شمس سوداء أو زافيل. وقبل ما نبدأ تعالوا بينا نصلي على سيدنا النبي ونتأكد من اللايك والسبسكرايب للقناة. بيبتدي المسلسل ببحارة في سفينة كبيرة بيرموا جثة مسروق منها كل أعضائها في البحر، ونادى عليهم واحد وطلب منهم يجيبوا له البنت الصغيرة. وكانت المركب مليانة رجالة وستات وطفلة واحدة، والبنت كانت مع والدها خايف عليها. وأول لما حس بالمجرمين بيقربوا منها أخدها خباها تحت غطا. ودخل المجرمين دوروا عليها، فسألهم واحد من الناس اللي قاعدة على الشخص اللي أخدوه من شوية. فضربوا المجرمين وطلبوا منه يسكت خالص. ودوروا على البنت لحد لما لقوها، وفضل والدها يترجى كل الموجودين إنهم يساعدوا بنته. والبنت كانت هتموت من الخوف ونادت على والدها علشان ينقذها. فقام واحد وخنق المجرم اللي شايل البنت وضربه، وهجم على باقي المجرمين بسكينة وقضى عليهم كلهم. وقوارب الشرطة وصلت بفريق الهجوم البحري الخاص وطلعت على السفينة ودخلت أوضة لقيتها فيها سرير شبه سرير العمليات، والمكان مليان بالدم وأعضاء بشرية كمان، والجثث في كل مكان. وفضلوا يفتشوا لحد لما لقوا واحد عايش ولسه بيستنجد بيهم. حد سحبه وذبحه من رقبته قدامهم، وبعدها رفع ايده سلم نفسه وقبضوا عليه وطلبوا منه يعرف نفسه، فقال لهم رقم لانه عميل سري تبعهم. فبلغوا جهاز المخابرات بالرقم وفتحوا الملف فلقوه باسم هان جي هيوك ومكتوب فيه انه ميت. فاستغربوا جدا واتصلوا بالمدير على طول وطلب منهم يخلوا المعلومة دي سرية ويجيبوه المركز على طول. وشرح المدير معلومات هان للرؤساء وإنه كان أفضل عميل ميداني ونفذ عمليات سرية كتير في الخارج. ومن سنتين اتقتل اتنين من العملاء في الصين على إيد تجار مخدرات. أما هان وهوكيانج اختفوا خالص، مبقاش ليهم أي أثر. ويدوروا عليهم في كل مكان بس ما وصلوش لأي حاجة. وورى لهم صورة الشخص اللي لقوه على السفينة في الساحل الغربي وقال لهم إنه طلع هان. وما كانش الرؤساء مصدقين إنه هو، لأنه مفيش ميت بيرجع تاني للحياة. بس المدير فهمه إنه كتبوا في ملفه إنه ميت لأن كل أسماء العملاء اتسربت. وخرج المدير يستقبل هان ودوروا في القضية وعرفوا إن كل اللي موجودين على السفينة كانوا بيحاولوا الهروب من البلد عن طريق البحر طبعا، وحظهم وقعهم في عصابة لتجارة الأعضاء. وإن هان هو اللي بلغ خفر السواحل بالسفينة بتليفونه. وبدأوا يفحصوا هان ولقوا آثار جروح وحروق، وده معناه إنه تعرض للتعذيب كتير. وزاد الموضوع سوء لما اكتشفوا إن دمه مليان بالمواد الكيميائية، ومنهم مادة بتأثر على الدماغ وبتمحي الذاكرة. بس مش ذاكرته كاملة، لكن الفترة من أول اختفائه لحد دلوقتي. وقعدت معاه دكتورة نفسية تستجوبه على جهاز كشف الكذب، وسألته في الأول أسئلة عن حياته، وبعدها سألته إن كان ليه علاقة بموت أصحابه. فتعصب عليها وقام رمى الترابيزة في الأرض وطلب من المدير كانج إنه يظهر له من ورا المراية، وفضل يتعصب. والدكتورة كتبت تقرير بصدق هان. وكان هان آخر حاجة فاكرها هو إنه كان في مهمة سرية في الصين علشان يقضي على تجار المخدرات، وفعلا عمل كده هو وزمايله بمنتهى السهولة. وأخدوا صور للوشم المميز اللي في إيد العصابة ومشوا وقعدوا يحتفلوا مع بعض بالنجاح ده. وقال لهم دونج إنه ناوي لما يرجع يطلب من المخابرات وظيفة مكتبية. وحتى سونج هو كمان حلم بتقضية وقته في منتجع قريب منه. وكانوا بيهزروا ويضحكوا، وفجأة واحد دخل المكان وطلع ده معالج بالتنويم المغناطيسي، ونيم هان وخلاه يرجع بالذاكرة للوقت ده علشان يفكروا بالحاجات اللي نسيها. لكن الاحتفال ده كان آخر حاجة فاكرها، وبعد كده تعب جدا فاضطر المعالج إنه يفوقه. فمسك هان القلم اللي كان المعالج بيكتب بيه وكان هيغرزه في رقبته ويقتل نفسه، لولا إن كانج دخل ولحقه. وكان شايف إن الأحسن لو يسيبوه يرتاح ويراقبوه من بعيد من غير ضغط. بس نائب المفوض دو كانت متابعة معاه حالة هان، وقالت له إن في إشاعة قديمة بتقول إن هان هو اللي سرب أسماء العملاء من سنة، وإنهم مش لازم يستهونوا بيه. وعرضوا على دكتورة نفسية تانية وقالت إنه بيعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وده بسبب إنه محمل نفسه ذنب موت أصحابه، وعلشان كده جسمه رافض العلاج. ولما طلب منها كانج إنها تكتب قرار بخروجه رفضت، وقالت له إن شكله هادي من بره بس هو من جوه ممكن يبقى غير كده خالص. بس هو قال لها إن الرؤساء قرروا كده وساب لها قرار الإفراج ومشي. وخرج هان وراح على شقته وقعد حزين على نفسه وهو مش فاكر ايه اللي حصل له. وبص على آثار الجروح اللي مالية جسمه، وكمان كان نفسه يعرف ايه اللي حصل. وصحي تاني يوم الصبح قعد يدور على الحبوب بتاعته زي المجنون، وجات له مكالمة من سيون، ودي زميلته في المخابرات وخطيبة هيونج، وفكرته باليوم اللي قابلته فيه ووصيته انه يرجع سليم هو وزمايله. بس هيونج رجع لها جثة وطلبت منه يعمل كل اللي عليه علشان يفتكر مين اللي عمل فيه كده. وقبل ما تمشي قالت له إنها واثقة فيه إنه هيقدر يطلع من الحفرة الضلمة اللي هو فيها. وفضل هان يحاول يفتكر ونزل راكب تاكسي وطلب منه يوصله المطار، وكانت المخابرات مراقباه. ولما التاكسي وقف عند المطار ملقاهوش
حد نزل منه فقربوا وفتشوه، وقتها ما لقوش غير تليفونه، وقال لهم السواق إنه نزل في نص الطريق. وكان هان في المينا ناوي يسافر عن طريق البحر، وحاول الأمن إنه يتأكد من أوراقه فضربهم بمنتهى الهدوء، وطلع السفينة ولقى كانج مستنيه، وافتكر لما قابله في بداية عمله مع المخابرات وهو اللي كان مشرف على تدريباته. ولما وصل تقرير بسلبياته مسك الورقة قطعها ورماها، وكان داعم قوي ليه. وفاق من ذكرياته على صوت كانج بيقول له إنه ناقش الموضوع مع الدكاترة، وشاف إنه محتاج للراحة، واداله شنطة صغيرة فيها المسدس الشخصي بتاعه اللي لقوه في مكان الحادثة، وعرض عليه يرجع تاني يبقى معاهم. فوافق هان بس بشرطين: إنه يخليه يحقق في القضية اللي مات فيها زمايله بنفسه، ويخلي الناس اللي تبعه يبطلوا يراقبوه. ورجع هان لمركز المعلومات بتاع الجريمة اللي هيبقى جزء منه، وده نقطة بداية على مبان ما يبقى مستعد للمهمات الميدانية التانية. وفي الوقت ده عرف قائد الفريق إن يوجي كمان هي قدمت طلب انضمام للمركز، مع إن سجلها الوظيفي كان ممتاز. وخرج هان من مكتبه وراح اتدرب على ضرب الرصاص، وشاف بنت هي كمان بتضرب وما كانتش عارفة تصيب الهدف خالص. وبعدها راح لقائد الفريق دونج لأنه كان طالبه، وكان عايز يعرف إذا كان هان نسي كل ذكرياته والحاجات اللي عملها فيه زمان. فقال له هان إنه بس نسي الفترة بتاعت بعد الحادثة. وكان القائد لسه هيحكي له عن سيون دخلت يوجي وعرفتهم على نفسها، وعرف هان إنها نفس البنت اللي مش بتعرف تصوب. وقال له القائد إنها هتبقى شريكته في العمل. وهم في الطريق لمكاتبهم حاولت يوجي إنها تتكلم معاه، بس هو صدها. ولما رجع البيت افتكر حاجة، اسم ورقم، ويعرف إنها محطة مترو، فراح وفتح الخزنة بالرقم اللي افتكره، ولقى فيها فلاشة جرب بيشوف فيها إيه. فلقى فيديو لنفسه بيقول فيه إنه في جاسوس في الوكالة، وإنه هيحمي ذاكرته علشان يكتشف مين الخاين من غير ما ينحاز لحد. وتاني يوم بيتذاع خبر موت عضو فرقة ايدول جانج في حادثة سير، وقالت الشرطة انه كان متعاطي مخدرات، وحاليا مطلوب القبض على التاجر المسؤول عن توزيع المخدرات في المنطقة. ووصل هاني المركز وافتكر الفيديو اللي شافه، وبقى يشك في كل اللي حواليه، ورجع البيت حط صورهم قدامه. اما قائد المركز فراح لكانج وقال له انه كان بيحقق في قضية جانج، ولقى انه موزع المخدرات اللي في منطقته واقف مع شخص من العصابة اللي كان هان وزمايله بيعملوا اخر مهمة ضدهم. وطلب من كانج إنه يسمح له يتولى القضية دي ويقبض على تاجر المخدرات ده. وكان هان هو كمان بيدور ورا العصابة، وافتكر لما كانج جابه هو وأصحابه وطلب منهم ينتقموا من العصابة اللي قتلت عملاء كتير، وقال لهم إنه هيسمي المشروع ده بالدب البني. وراح للمخبر الإجرامي لي تشون، وكان يعرف المدير كانج، وحتى إن المدير ساعده كتير وعامله زي أخوه الصغير، وهو حاليا بيشتغل في عصابة هو يانج بتاعة المخدرات. وسأله إن كان كانج متفق مع العصابة، وساب له عنوان وسابه ومشي. وافتكر كل اللي حصل يوم الحادثة، ووصل لحد لما الباب خبط ومبقاش فاكر أي حاجة تاني. وقعد يستجمع ذكرياته على قد ما يقدر، ودور في ملف القضية فلقى صورة تشول من العصابة، وقرر إنه يدور عليه. وكان قائد المركز هو كمان خلاص هيقبض عليه، بس المجرم حس بيهم وهرب. وفضلوا يطاردوه لحد لما ركب عربيته وخلى السواق يسوق بأقصى سرعة، وده خلاه يخبط ناس كتير. في الآخر بس العربيات بتاعت الشرطة حوطته من كل اتجاه ووقفته، واضطر إنه يسلم نفسه. ووصلت مكالمة تهديد بتطلب الحكومة بالإفراج عن شول من غير أي قيود، وإلا في المقابل هيقتلوا أفراد الشرطة كل يوم. وقفل المجرم الخط على طول. وفي الوقت ده كان هان عند الدكتور النفسية، وقال لها إنه مش فاكر حاجة، بس في نفس الوقت حاسس بطاقة حزن كبيرة. فقالت له إن قوة المشاعر عنده كبيرة، ولازم يخلي ذهنه صافي علشان مشاعره ما تتأثرش وما تأثرش على ذكرياته بشكل مش حقيقي. وفهمته ممكن يعمل كده ازاي، وان المشاعر زي الصلصال يقدر يتحكم فيها ويحركها زي ما هو عايز. ويدوب خرج من عند الدكتورة اتصلت بيه نائب المفوض وطلبت منه يجي لها مكتبها. وعلشان تتأكد انه يجي لها طلبت من قائد الفريق دونج انه يجيبه لها بنفسه. وطلب منه دونج انه يرفض اي حاجة تطلبها منه لانه لسه مش جاهز. وقال له ان ده امر. وصلوا للمكتب وتعرضت كل معلومات شول على الشاشة، وسألته نائب المفوض ان كان يعرفه. فوقف هان وقال لهم على اسمه الحقيقي واسم المدينة اللي اتولد فيها، وإنه أصلا مش صيني لكن والده كوري ووالدته روسية. وقتل والده بإيده ودخل المافيا الروسية وانضم لعصابة هو يانج بعد كده. ورئيس العصابة بيثق فيه جدا وبيعتبره الرجل التاني في العصابة. فقالت له إن من 3 أيام الشرطة اعتقلته، وجات لهم مكالمة تهديد من الضابط جين اللي العصابة خطفته، وخلته يقول الرسالة دي تحت تهديد السلاح. وبعدها قتلوه بطعنة في رقبته وصدره وبطنه. ولقوا في جسمه أكتر من 30 طعنة. ومن ناحية تانية تشول مش بيقول أي حاجة. فقال لهم هاني إن أكيد العصابة بتعمل كده لأنهم خايفين إن تشول يعترف بمعلومة مهمة. وأهم معلومات عند العصابة هم حاجتين: يا معلومة مرتبطة بمصالحهم أو مرتبطة برئيسهم. ولو قدروا يعرفوا المعلومة دي وقتها هيقدروا يعكسوا الوضع. وطلب من نائبة المفوض إنها تسمح له يستجوبه بنفسه، وده كان عكس اللي طلبه منه دونج. وعلشان كده
كده أول لما خرجوا من المكتب مسك فيه دونج وكان عايز يضربه، بس هان قال له إن المفروض يبقى ضد العصابة مش ضده، ووسع إيده من عليه وراح لتشول وطلب منهم يفكوا إيد تشول ويقفلوا الكاميرات ويسيبوه يدخل لوحده. وفعلا نفذوا طلباته، وأول لما دخل مسكه وضربه وشال القميص من عليه، وكان تشول راسم وشم بتاريخه كله على جسمه. وفضل هان يستفزه بالكلام وضربه تاني، ووصل لقسم الشرطة طرد فيه إيد الضابط التاني، فخرج هان وأول لما شاف الطرد رجع تاني وقفل الباب عليه مع تشول ولف القميص على وشه وخنقه بيه، وكمان صب عليه إزازة مية وحس الضباط بيه وفضلوا يحاولوا يكسروا الباب لحد لما نجحوا ودخلوا بعدها. وبعده هان قبل ما يقتل تشول، واتعصب عليه دونج وقال له انه لازم يخرج من هنا يروح لمكتب نائبة المفوض ويبلغها انه منسحب من القضية دي، بس كمان قبل ما يمشي لازم يشوف الاتنين اللي كانوا مع تشول واتقبض عليهم ووصاه انه ما يأذيهمش. وفعلا عمل بالوصية واخد واحد منهم وجاب له اكل كمان وسأله ان كان تشول قال له حاجة بس المجرم ما اتكلمش، فكتب له هان رقمه في ورقة وطلب منه يتصل بيه لو حب يتكلم، وسابه وخرج لقى الاسم مليان على اخره. ورجع المجرم الزنزانة وكل شوية يطلع الورقة اللي فيها رقم هان يبص فيها شوية ويشيلها تاني. أما هان فجات له مكالمة من يوجي وقالت له إنها قابلت زميل ليها كان معاها قبل ما تتنقل للمركز، وقال لها إنهم قبضوا على مجرم من عصابة مخدرات، والشرطة لقيت تليفونه وزميلها ده هو المسؤول عن استعادة البيانات منه، ولقى فيه حاجات تخصه فبعتها لها وطلب منها هان إنها تبعت له الملف، ولقى فيه الفيديو اللي صوره له فيه وهو بيضرب أمن السفينة وانتشر على النت. وكان هان فاكر إنه اتصور بالصدفة فركن العربية ودور في ملف قضية الدب البني وافتكر كلام هان ليه وهو بيحقق معاه، وفهم إن الزحمة اللي كانت في القسم من ناس تبعه ناويين يهربوه، فلف بعربيته وجري على هناك. وهو في الطريق اتصل بيه القائد دونج بس مردش عليه وساق بأقصى سرعة وطلع شكه في محله لأن فعلا وصلت أفراد العصابة وخرجوا تشولو المسجون اللي كان شكله مسكين واداله هان رقمه. طلع هو رئيس العصابة، أول لما خرج دبح تشول، وحتى دي استنتجها هان لأنه افتكر لما كان بيديله الورقة إنه لقى نفس وشم العصابة. ووصل لقى عربيات العصابة في الطريق واستهدفها، وكان السبب في إنه يقلب عربيتين بس عربيته اتدمرت، فاضطر ينزل واتصل بيه رئيس العصابة قال له إن الانتقام هيبقى قريب وسابه ومشي بعربيته. ورجع هان تاني لاسم الشرطة واتفرج على كاميرات المراقبة وشاف في وسط المجرمين المخبر لي تشون، وافتكر إنه لما فتح الباب يوم الحادثة لقى لي تشون قدامه. وخرج هان من اسم الشرطة وسط الفوضى والجثث والإسعاف وفقد وعيه ووقع في الأرض. وطبعا نائبة المفوض دو والمدير كانج كانوا عاملين اجتماع مع دونجو بيحاولوا يفهموا اللي حصل ويعرفوا ازاي المجرمين اقتحموا الاسم بالشكل ده، وما كانش عندهم معلومة مهمة وفهموا كل حاجة حصلت بس ما كانش فيه دليل واحد. فسألت النائبة دو عن هان، وكان هان في المستشفى، وأول لما فاق قرر يدور على لي تشون وشاف إن هو اللي هيساعده على استعادة ذاكرته من جديد. بس الأول راح للنائبة دو طلب منها تستبعده عن القضية وتديله أسبوع إجازة مرضية، وكان المدير كانج هيتكلم معاه. وقفته النائبة وطلبت من هان إن يسلم سلاحه ويمشي، وبعد ما مشي قالت إنها متأكدة إنه هيبطل تحقيقه بكده، لو عمل أي حاجة غلط مش هيبقى محسوب عليهم وفي نفس الوقت هيستفادوا من نتيجة التحقيق في الآخر. وراح هان ليوجي وطلب منها تطلب من صديقها ما يبلغش السلطات عن اللي لقاه عنه في التليفون، فقالت له إنها هتساعده بس بشرط هو إنه يقول لها حقيقة وضعه. ولما قال لها اترجته يخليها تساعده لأنه نفسها جدا تتعلم منه، فوافق وطلب منها تدور له على واحدة معينة وادالها معلوماتها، ودي ست مسنة وهي خالة لي تشون اللي ربته. وفعلا بعد ما يوجي عرفت مكانها في دار المسنين راحت زارتها، وعلشان توافق الست انها تتكلم معاها فكرتها بذكرياتها مع لي تشون، ففكرتها الست انها صديقته وقامت مسكت ايدها وحكت لها على كل حاجة وانها كلمته الاسبوع اللي فات. تتبعت يوجي رقم وعرفت مكانه وقابلت هان وبلغته بكل المعلومات اللي توصلت ليها، وكان هان عايز يروح من غيرها فهددته بانه لو سابها تتصل بالقائد دونج، فاضطر انه يسكت يروح معاها بالعربيه وراح للوكر موجود فيه لي تشون مع باقي العصابه، واتلموا عليه ضربوه وهرب لي تشون اول لما شافه، بس يوجي ضربته بعصايه وقعته وجه هان وكمل عليه. وطلب منه هان انه يحكي له كل اللي حصل بينهم لما جاله من سنة، فقال له لي تشون انه بلغه وقتها ان في حد من زمايله جاسوس ومش لازم يآمن لهم، وبعدها سابه ومشي. فاخدوا هان بالعربية وهم في الطريق عرف منه طريقة تهريب المخدرات وعرفوا ان في شحنة هتوصل قريب، وساب له فواتير بريد بيهربوا المخدرات بيها، وهرب هو علشان ما يوقعش في المشاكل واخد الفواتير وراح اداها للمدير كانج. ولما كانج نبهه بان النائبة بتستغله قال له انه اتعلم منه انه يوهم الكل انهم قادرين يخدعوه لكن في الحقيقة هو اللي بيخدعهم. وفي المكتب راح سيون اتكلمت مع يوجي وقالت لها انها كانت زميلة هان في الفريق زمان وحابة تنصحها نصيحة مهمة، وهي ان الافضل ليها لو تبعد عن
هان لأن زمايله بالنسبة له مجرد أدوات بيضحي بيها وقت ما يحب. ولما باقي الموظفين وصلوا عملت حجة إن أنا عايزة منهم ملف قضية بس الحقيقة إنها خدته منهم ورمته. وبنرجع تاني لهان اللي رجع لبيته وفضل يفكر في أصحابه علشان يعرف مين فيهم اللي جاسوس. فاتصلت بيه يوجي وقالت له إن طالما العصابة مستنية شحنة كبيرة يبقى أكيد هتنقلها بعربية نقل ومخزناها في حاوية. وعدت عليه وراحت معاه للمينا وسابته يفتش الحاويات وحذرته إن في عربيات كتير جاية عليه بس هو ولا اهتم وحتى إنه رمى السماعة من ودنه وسمع صوت لي تشون بيستنجد بيه فراح له لقى العصابة ماسكينه ويهددوا هان علشان يرمي مسدسه. وجاله رئيس العصابة وضربه وأخد أفراد العصابة معاهم على الفندق وربطوه على الكرسي بتاع قدامه على كل الأدوات التعذيب. وقال له إن ابنه واحد من اللي قتلهم في الأسانسير وإنه هينتقم منه. وبدأ يكهربه لحد لما أغمى عليه وبعدها فوقه ففضل هان يضحك عليه. ففتح رئيس العصابة باب كان فيه معمل تصنيع المخدرات وقال له ازاي بيعمل تركيبة سرية خاصة بيه. وطلع هان كان قاصد يخليه يقبض عليه علشان يعرف المعلومات دي كلها وكان بالع كبسولة فيها جهاز تتبع وعلشان يوجي تقدر توصل له. وعرف منه كمان انه كان قاصد يوهمهم بان المخدرات بتجيلهم وبيهربوها مع انهم بيصنعوها جوه البلد. فقال له هان انه لا يمكن يكون هو العقل المدبر اللي ورا كل ده واكيد في حد هو اللي بيوجهه وانه مجرد تابع مش رئيس للعصابة الحقيقي. فضربه علشان يسكته. فضل هان يحاول انه يخرج كل اللي في معدته علشان يخرج الكبسولة لانه كان متفق مع يوجي انه هيكسر الكبسولة والارسال عندها يتقطع فتعرف ان دي اشارته ليها بالهجوم. وهو ده اللي حصل بالظبط. واتصلت يوجي بالمكتب وحاولت تاخد المفتاح بتاع الأوضة اللي هو فيه وكان هو أصلا عمال يقتل في أفراد العصابة من غير رحمة لحد لما قضى عليهم كلهم. ودخل للي تشون وطلب منه ما يتحركش على بال ما يتصل بالإسعاف. بس لي تشون قال له إنه خلاص بيموت وقال له حاجة بصوت واطي ومات وحاول هان إنه يسعفه بس ما قدرش. ووصلت يوجي ولقت الكل ميت ما عدا واحد كان هيقتل هان من ظهره فضربته بالرصاص. وتاني يوم الخبر اتنشر في كل المواقع الإلكترونية والتلفزيون كمان. وراح هان لإيدوه في مكتبة لأن أجازته خلصت وأخد منها سلاحه ورجع المركز فلقوا سيون جات له عند مكان ضرب النار. وسألته إن كان افتكر مين اللي قتل خطيبها هيونج أو لو افتكر أي حاجة من الحاجات اللي فاتت. وقالت له إن يوجي شكلها ساذجة وطيبة جدا فياريت ما يورطهاش معاه. فطلع هان قابلها على السطح وسألها ليه عايزة تساعده. فقالت له يوجي إنها عايزة تترقى بسرعة فسابها ومشي. ولما يوجي بترجع لبيتها بنعرف السبب الحقيقي اللي خبيته عن هان وعن الكل وهي ان والدها كان عميل في وكالة المخابرات ومن 10 سنين هو كمان اختفى وهو في مهمة يعني حصل معاه زي ما حصل مع هان بالظبط بس هو مرجعش. وهي قالت ان لو عرفت اللي حصل لهان هتعرف اللي حصل لوالدها. وتاني يوم ما كانش هان قادر يروح المركز ولا يتخطى اللي رئيس العصابة موبايك قاله له عن طريق قتل لزمايله. بس لما ركز في كلامه لقاه قال له انه قتلهم بالسكين مع انهم قتلوا بالرصاص وده يثبت ان في عقل مدبر غير موبايك. والكلام اللي قاله له لي تشين قبل ما يموت هو انه بعد الحادثة اتصل بمكتب المخابرات لكن اتفاجئ بجماعة مسلحة جات له تقتله بعد ما عرفوا مكانه. وطلب منه ما يثقش في حد ابدا ومات بعدها. وفاق على صوت زميله كيان وهو بيسلمه البحث اللي طلبه منه عن ليلاك وقال له إن في معرفة بينه وبين القائد دونج. وافتكر هان لما دونج سأله إن كان فاكر حاجة من الماضي وبدأ يشك فيه هو كمان. وطلب خدمة تانية من كيان وإنه يعرف مين اللي رد على اتصال لي تشين من سنة وأكد عليه إن الموضوع ده بالنسبة له عاجل جدا. وكانت يوجي مع هيونج ابن ليلاك وده عميل قالوا إنه انتحر. وكانت يوجي دايما بتزوره وبتهتم بيه وبتقدم له فلوس كمان لكنه رفض كل ده وقال لها إن معاه فلوس كفاية. ولما يوجي قالت له إنها حاسة بيه رفض يسمعها وقال لها إن محدش هيحس بيه غير اللي مر بنفس ظروفه وسابها ومشي. وفي الوقت ده كان كيان بيجيب البيانات اللي طلبها منه هان لكن كان في هاكر في نفس اللحظة بيمسح كل البيانات. واتقلبت الدنيا طبعا لأن الكل حس بالهاكر وفضلوا وراه لحد لما عرفوا إنه استخدم كمبيوتر حد من جوه النظام وهو المدير ليلاك. وجابت النائبة دو دونج وقالت له إن المعلومات اللي اتسربت دي غاية في السرية ولو انتشرت فكلهم هيموتوا. ومن الناحية التانية كان هان هو كمان عايز يعرف معلومات عن ليلاك وطلب من يوجي إنها تساعده فعرفته إنه مات من سنة. وجه موظفين معاهم في المخابرات أخدوا حققوا معاها لأنها كانت تعرف ليلاك. ولما رجعت لقت هان بيدور على الطريقة اللي مات بيها ليلاك فقالت له هي كمان كل المعلومات اللي عن موته وإنهم طلعوا جثته من البحر لقوه أخد جرعة كبيرة من المنوم. واستغرب هاني إنها تعرف كل حاجة عن القضية.
فقالت له إنه كان مرشدها ليلاك في بداية تعيينها، وأخدته وراحت لهيون وما لقاهوش، ولفت نظر هان إن عنده أجهزة كمبيوتر كتيرة جدا. فقالت له إن هيون ما كانش بيروح المدرسة واتعلم من البيت، واكتشف إنه موهوب في البرمجة فعلمه والده. فقال لها هان إنهم لازم يدوروا على أي حاجة تفيدهم، وفعلا عملوا كده لحد لما يوجي لقت كارت المراسل جانج، وكان هيون مش موجود في البيت لأنه بيقابله، وطلب منه يعرفه معلومات عن حادثة والده، لكنه اكتشف إنه كان محضر له ناس يقبضوا عليه. وفضل هان ورا المعلومات لحد لما عرف مكانه وراح له على طول، هربه من الناس اللي بتطارده ولسه هيخرج بيه. وقفه هيون وقال عليه إنه كذاب وموفاش بوعده مع والده وسابه ومشي. وافتكر هان لما بعت لليلاك وطلب منه يعرف مين من فريقه عمل آخر مكالمة، ووصل القائد دونج أخد هان في عربيته وسابه مع سيون، وقالت له إنه السبب في موت ليلاك لأنه ورطه معاه. وفي مكتب المفوض العام قرروا استبعاد دو، تولى النائب للقضية بدلها. فخرجت من عنده واتصلت بدونج وسألته لو في حاجة حصلت في مهمة سوريا، وهو أنكر، بس بعت لهان وسأله. وقتها افتكروا اللي حصل في سوريا من 4 سنين، وقت ما كان هان مع دونج في نفس المهمة، واكتشف إن دونج بيسرق من الميزانية وهدده بإنه هيبلغ عنه. بس هان أكد له إنه ما بلغش ومش هيبلغ وسابه ومشي. وخرج قابل المدير كانج وقال له إنه حاسس إن النائبة دو مخبية حاجة، لأنها بعتت 3 عملاء في مهمة والتلاتة ماتوا، وقفلت الملف على كده وحطته في مستوى السرية تام ومحدش يقدر يفتحه غيرها. وطلب منه لو لقى هيون الأول يخلي فريق محايد يجمع المعلومات المسربة علشان محدش غريب يعرف معلومات سرية زي دي. وقالت له يوجي إن هيون كان مبتكر لعبة وكانوا دايما بيلعبوها مع بعض وبيتكلموا من الشات اللي فيها، وهي هتحاول تتواصل معاه عن طريقها. وقالت له إنه كان دايما طفل وحيد وملوش أي حد غير والده ليلاك. وفضلت يوجي تحاول توصله طول الليل لحد لما أخيرا رد عليها. ولما خرجت علشان تقابله جالها عميل أخدها لسيون، وكانت مراقبة تليفونها وعرفت هي بتعمل ايه. ومع ذلك طلبت منها تروح تقابله، لكن يوجي قال لها انه عايز هان هو اللي يقابله. وراح يوجي لهان واخدته على المكان اللي كانوا متفقين عليه، وسيوم مراقباهم في كاميرات المكان. وفجأة تحول اتجاه الكاميرات لمكان تاني، وشاشة العرض اتكتب عليها رقم قطار. فجري هان بكل سرعته وهرب من كل اللي كانوا بيراقبوه، وركب القطر وقابل هيون جواه، وحكى له هيون عن المحادثة اللي بينه وبين والده. وكانت سيون سيطرت على كاميرات القطر، ووجهت رسالة لهيون عن طريقها، وطلبت منه ما يثيقش في هان لأنه أذى والده وكسر له رجله قبل كده، وطلبت منه يخرج المحطة اللي جاية ويسلم نفسه. فنفذ هيون واتقبض عليه فعلا. وطلب هان من دو إنها تخليه يستجوب هيون، وكان أصلا في عميل تاني بيستجوبه، بس هيون رفض إنه يتكلم معاه. وطلب منه يجيب له حد أعلى منه، وهدده بإن كل الملفات اللي على أجهزة الوكالة زمانها بتتدمر. ودي كانت حقيقة فعلا. وفهموا منهم أول لما وصلوا أجهزتهم بالكمبيوتر بتاعه إن اتنقل لهم فيروس، والساعة 8 بالظبط هيتدمر كل الملفات اللي على النظام. ولما طلبوا منه يوقف الفيروس قال لهم إنه بينتقم من الناس اللي قتلت والده ومش هتراجع أبدا لأنه عايز يدمرهم. وبص في الكاميرات وقال إنهم وقفوا يتفرجوا على والده وهو بيموت، ولازم دلوقتي يتفرجوا عليه وهو بيدمرهم. فكلموا النائب ليه وسألوا عن طلباته، فكان طلب هيون الوحيد في الوقت ده وإنه يتكلم مع هان. واضطر النائب إنه يوافق، وقبل ما هان يدخله طلب إن محدش يراقبهم ولا يسمع كلامهم، وفي المقابل هينقذ الموقف. فوافق ليه، والكل خرج من أوضة المراقبة ودخله هان. سأله طلب يقابله تاني ليه، فقال له هيون إن آخر كلمة كان بعتها لوالده في المحادثة مش مفهومة وعايز يفهم منه معناها. فحكى له هان عن مهمتهم في سوريا، وليلاك كان خبير التنصت بتاعهم، وواحد من الفريق اختلس فلوس كانت مخصصة لشراء المعلومات فخسروا الفرصة دي. وكانوا هيتخانقوا مع بعض، فجالهم ولد سوري بيساعدهم وقال لهم ان هدفه هو كمان انه يحمي بلده من العصابة الكورية اللي هم كمان عايزين يقضوا عليها، يعني عدوه مشترك، وده معناه الكلمة اللي بيسأل عليها. واقترح عليهم انه يزرع جهاز التنصت بنفسه، لكن الخطة فشلت واتقبض على الولد وعذبوه عذاب كبير لكنه ما اعترفش عليهم. ورفض ليلاك انه ينسحب ويمشي من غير ما ياخد حق الولد، واخد سلاحه وخرج قتل العصابة وتصف رجله. وقالوا ان هو كمان واثق ان والده اتقتل على ايد الخاين اللي قتل العصابة، ووعدوا انه يلاقيه وينتقم منه. وعرف منه كلمة السر اللي توقف الفيروس، وخرج لحق الموقف ومشي. فاتصلت بيه سيون وجابته مكتبها، وكان هيون اخد تليفون من يوجي واتصل في السر بهان وقال له انه خبى عليه ان والده عرف الخاين وهو سيون.
فقفل هاني الخط معاه، ومن الصدمة بتاعة التليفون وقع منه على الأرض وحس إنه دايخ، فقربت منه سيون علشان تساعده، فخنقها ومسكها من دراعها جامد وحط مسدسه على راسها. سألها مين اللي وراها، فقالت له جي هوك. وفاق لقى نفسه في عيادة الدكتورة ومش فاكر إن كان قتل سيون ولا لأ، فقالت له الدكتورة إنه ضربها بس. وطبعا سيون قدمت شكوى ضده، فطلب منه المدير كانج إنه ياخد أجازة يريح فيها أعصابه، وكان رافض يديله أي فرصة تانية، وقال له لو رفض العرض ده هيحوله للجنة تأديبية. وخرج هان من عنده لقى سيون في وشه وقالت له إنها كانت جاية تطمن عليه، وتأسف لها على اتهامه ليها. فلقاها بتقول له إنه ما لقالهاش حاجة، وكل اللي عمله هو إنه خنقها وبعد كده أغمى عليه. ولسه هيسألها مين اللي وراها، جالها اتصال من النائب ليه، فاعتبر إن دي إجابة لسؤاله. وكان زمايل سيون بدأوا يحسوا إن النائب ليه بيفضلها عنهم، ولما المدير إيوك واجهه بكده قال له النائب ليه بصراحة إنه عايزها تابعة ليه، يعني بيشتري ولائها بالطريقة دي. واخد منه قضية تانية كمان واداها لها، وهي قضية تجسس. أما هان فبدأ يدور ورا سيون، واستعان بصديقه كيان كالعادة، وعرف إن عندهم مشاكل نفسية كتير. فراح بيتها ويفتشه بنفسه، وشاف الأدوية اللي بتاخدها، وشاف كمان صورتها في منتجع سياحي، وحس بيها أول لما وصلت فجري استخبى. بس المدير كان اتصل بيه، ومع إن هان رفض المكالمة على طول، بس سمعت سيون صوت الرنة ودخلت تشوف، كانوا خلاص استخبى. وبعد ما خرجت من البيت طلع الصورة بتاعتها، ولقى خيال الشخص اللي كان بيصورها والتاريخ اللي كان مكتوب على الصورة قديم قبل ما كيونج ينضم للمخابرات أصلا. فسأل يوجي لو واحدة تقدر تاخد خطيبها الجديد لمكان ذكرياتها مع خطيبها القديم، فقالت له يبقى أكيد لسه بتحب خطيبها القديم. فسابها وراح سأل الطبيبة اللي بتعالجها، وعرف إن جالها اكتئاب حاد بعد موت زمايلها. فخرج هان، بس التهيؤات بدأت تزيد لدرجة إن كان في شخص بيشاور له علشان يطفي الكشاف. فكره عايز يقتله وحضر مسدسه كمان، بس في آخر لحظة فاق على آخر لحظة. أما يوجي فكانت من ضمن الناس اللي طلبت منهم سيون إنهم يساعدوها في القضية. فراحت يوجي للبنت اللي معاها القضية وهي المراسلة ليان، وأول لما وصلت بيتها لقيتها انتحرت ووقع على الأرض. فبلغت بسرعة، بس ده خلى المدير يلومها، وفسرت لي سيون بإنها كانت رايحة لها علشان تحقق معاها لأن في معلومات في ملفها مش منطقية. وطلبت منها يوجي إنها تكمل بحث في القضية، وعرفت إن في عميل سري في الصين هو اللي باعت لهم سجلات دخول وخروج ليان من البلد. وده حصل من 3 شهور، وشكت إنه يكون نفس العميل اللي سرب معلومات أصحاب هان. وفضلت وراه لحد لما عرفت هو مين، واتصلت بهان وسألته إن كانت تعرفه. ولما جالها قالت له إن طالما المعلومات اتسربت يبقى الكل إما مات أو اتقبض عليه، وده الوحيد اللي نجي، ومعنى كده إن هو اللي خان الكل. وخرج هان من عندها راح المقابر، وهناك شاف نفسه وهو طفل، وافتكر الحادثة اللي مات فيها والده ووالدته. ودي كانت نفس اللحظة اللي ادى فيها المدير كانج لدو ملف هان، ويعرفها ان والده ووالدته بالتبني اتقتلوا في بيتهم، وما قدرتش الحكومة تلاقي الجاني. ووقتها هان كان عنده 10 سنين، وقضى 3 أيام فاقد الوعي جنب الجثث. ولما فاق بلغ، والطبيب النفسي شخص حالته على انها فقدان ذاكرة انفصالي، لانه نسي كل حاجة عن حادثة قتل عيلته، وده معناه ان اللي عنده ده مرض قديم. وطلب منها انهم يوقفوه قبل ما تحصل كارثة، بس هي قالت له انه اكيد كان يعرف كل الحاجات دي زمان، واختار انه يخبيها طالما انه محتاج هان يساعده، وده اللي هي ناوية تعمله. فسألها إن كانت واثقة إن هان هيفضل في صفهم حتى بعد ما يسترجع ذاكرته، وقالت له إنها بره الموضوع ده أصلا. وخرج من عندها راح لسيون وحاول يتكلم معاها، بس هي رفضت، وكانت يوجي شايفاهم. وطبعا بلغت هان باللي شافته، واخدها معاه على بيته علشان تساعده في توضيح صور، وفعلا عملت كده وبان في صورة القائد دونج. وسابته يدور في الموضوع، وراحت لمكتبها ووصلتها وثيقة رسمية من الصين بإن سجلات دخول وخروج ليان عبارة عن سجلات مفبركة. فأخدت الوثيقة وخرجت بيها، ولقت سيون في وشها، فاضطرت توري لها الوثيقة، واتفاجئت برد فعلها بتاع دو لما قالت لها إن مش لازم حد يعرف، وإنها من الوقت ده هتبقى هي المسؤولة عن القضية. ففهمت يوجي إنها بتعمل كده علشان تحمي العميل السري تشانج، وبصت لها دو واستغربت إنها عرفت اسمه، وطلبت منها ما تقولش اسمه بالسهولة دي، وسابتها ومشيت. فاتصلت يوجي بهان وحكت له على كل اللي حصل، وإنها حاسة إن في حاجة بين دو وتشانج، وطلبت منه يقابلها في مطعم البرجر اللي دايما بيتقابلوا فيه. وسبقها هو على هناك ولقاها بتتصل بيه، وطلبت منه ينزل لها بسرعة، وحس من صوتها إن في حاجة غلط، فنزل يجري عليها وعرف إنها اتخطفت، فركب عربيته ومشي ورا عربية خرجت من الجراج بسرعة، وخبط العربية أكتر من مرة علشان تقف، وفضل يطاردها بأقصى سرعة عنده عكس السير. وكانت النتيجة إن عربيات كتير عملت حادثة، ومن ضمنهم عربيته والعربية اللي كان بيطاردها. فنزل جري فتش العربية وما لقاهاش يوجي، وجات له مكالمة من شانج قال له إن يوجي في شنطة عربيته هو، وفعلا لقاها هان وكانت مجروحة. واتصل بيه تشانج تاني وقال له إنه لو استمر في البحث كل اللي حواليه هيتأذوا،
وبعدها هان أخد يوجي على المستشفى، وبعد ما اطمن عليها اتصل بسوين وطلب منها تقابله، وفضلوا يتمشوا وفكرته بكل حاجة مرت عليهم وهم مع بعض في نفس الفريق. وبعدها قالت له إنهم قبل ما تتخطب لهيونج كانت مخطوبة لشخص تاني طلب منها حاجة كان لازم ترفضها بس ما عملتش كده، وقبل ما تقول اسمه اتصابت برصاصة ووقعت بين إيدين هان، وطلبت منه ما يثقش في حد وفقدت وعيها. ونقلها هان للمستشفى وكانت حالتها صعبة جدا. وطبعا أخدوا هان للشهادة بس في أوضة الاستجواب، وكان أول سؤال سأله له المفتش عن علاقته بسيون، وورى فيديو من كاميرات المراقبة وهو بيطلع مسدسه وبيضرب سيون بالرصاصة. وأول الخبر ما وصل ليوجي وزمايلها محدش منهم كان مصدق، وطبعا اتحبس هان وراح للمدير كانج المفوض وقال له إنه بلغ النائبة دو بإن هان غير سوي، وهي تجاهلت كلامه تماما. وكان النائب ليه هناك واستدعوا دو على طول، وقالت لهم إن من السهل جدا التلاعب بتسجيلات الكاميرات وهجمة وجود كانج، وقالت إن أكيد في حد ورا اللي بيحصل وإنها هتكتشف ده قريب جدا. بس المفوض رفض إنه يسيب لها القضية وسابوها كلهم ومشوا. راح لكانج أخد هان ونزلوا عند مطعم اتعشوا مع بعض، وقال له إنه سيون لسه فاقد الوعي، ولاموا إنه ما سمعش كلامه وما أخدش بنصيحته بالسفر لأي مكان يهدي فيه أعصابه. فسكت هان وهم راجعين كان كانج مصمم إنه يظهر لهان السلاح علشان ياخده ويخليه يهرب، بس هان افتكر كلام سيون بإنه ما يثقش في حد خالص وعمل بكلامها. وهم في الطريق ضرب هان كل العملاء اللي معاه في نفس العربية وخلى العربية اللي راكبها وعربية كانج عملوا حادثة، ونزل من العربية وتأكد إن كانج كويس وسلمه مسدسه وقال له إنه لو فعلا مصدق إنه قتل سيون يضربه بالمسدس وسابه ومشي. وبعد ثواني سمع صوت ضرب رصاص بس المدير كانج هو اللي اتصاب، وطبعا في المخابرات قال له إن هان هو اللي عمل كده. ولما دونج بلغ دو برضه ما صدقتش وطلبت منه يتابع الطبيب الجنائي. وتاني يوم وصلت يوجي المكتب فلقيته بيتلفوا ملف المراسلة ليان وقالوا إنهم هيطلقوا سراحها، وده حصل فجأة من غير ما حد يعرف إيه السبب. أما هان فكان اتجرح واتصاب برصاصة في جنبه من اللي حصل آخر مرة، وكان تعبان جدا فراح ليوجي وهي استقبلته في بيتها وعالجت جرحه كمان، ونزلت اشترت أدوية كتير. ولما رجعت لقيته فاق ومسكها خنقها وطلبت منها تقول له الحقيقة أحسن لها، وسألها هي مين، وده بعد اللي شافه في الأوضة السرية. فقالت له إن الشخص اللي صوره مالية المكان ده يبقى والدها وإنه اختفى زيه بالظبط، وعلشان كده انضمت للاسم ده معاه على أمل إنها توصل للحقيقة. وسألته إن كان فعلا قتل سيون فقال لها إنه ما يعرفش، فقالت له إنها متأكدة إنه ما عملش كده، وأخدته وخيطت له جرحه واعتنت بيه كويس جدا. ولما اتحسن وراح وقف في نفس المكان بتاع الحادثة وحاول يفتكر اللي حصل، وطلب من يوجي إنها تتتبع حركات الكاميرات، ولقت صورة واحدة في المكان بتاع الحادث. وبعد ما خلصت رجعت المكتب فلقت دونج مستنيها وسألها إن كانت شافت هان ولا لأ، بس هي أكدت لها إنها لا شافته ولا تعرف هو فين، وسابته ورجعت على مكتبها ولقت ورقة فيها رقم ملف فتحته ولقيته اقتراح لشكل المجرم اللي ضرب الرصاص على سيون. لما بعت لها صورته حددت له عنوانه فراح له وفضل يضربه، فانتحر المجرم علشان ما يقولش على أي معلومات. بس هان أخد تليفونه ونزل يوجي ووصل من المعلومات اللي فيه لشخص اسمه باي فراح له على طول. وأول لما وصل عرف إنه بيتعاطى مخدرات. بعد تهديدات حكى له باي على كل حاجة، وقال له إن السيد كيان تواصل معاه وخلاه يعمل برنامج بيقدر بيه زي في شكل أي حد في الفيديوهات، وحتى غير له فيديوهات بنفسه. ومع إنه في برامج كتير بتقدر تعمل كده، بس المميز في البرنامج بتاعه إنه من المستحيل إن حد يكتشف إن الفيديو مزيف، والطريقة الوحيدة علشان يكشف بيها الحقيقة هي أصلا إنه يلاقي الفيديو الأصلي. واتصلت بيه يوجي وقابلته وقالت له إنها كانت مع المراسلة ليان، وعرفت منها إن كل اللي حصل لها ده بسبب إنها كانت بتكتب مقالات عن شخصيات المخابرات، وإن سيون كانت مرتبطة بمدير كبير. ولما جمع هان كل الكلام فهم إنها كانت مرتبطة بكانج، فاتصل هان بالمخابرات وعرض عليهم إنهم يخلوه يقابل ليان وإدالهم عنوان تقابلوا فيه، وبعد ما يقابلهم هيسلم نفسه بس لو شاف عميل واحد هيعتبر الاتفاق دماغي. وكان كانج هو أكتر واحد متحمس وعايز يقبض عليه. وجات له دو سألته عن كتفه فقال لها إنه بقى خير وسابها ومشي. وجاب يوجي لمكتبه بصفتها كانت زميلة هان وطلب منها تساعدهم في أوضة العمليات وجهز كل حاجة، ونشر قناصين وعملاء في كل مكان. وأول لما هان وصل ضرب واحد منهم وأخد أجهزته ومشي بشكل واضح، بس باستخدام برنامج تغيير الأشكال خلى باي يسيطر على كاميرات المراقبة ويبين إنه سيون. وبعد ما كانج كان هيدي أمر للقناصة بالضرب تراجع، وفضل الكل يطلب منه يدي الأمر بس ما قدرش. وعلى بال ما فاق لنفسه كان هان أخد ليان وهرب. ولما نزلت له فرقة هناك ضربها، وقبل ما يمشي بص لكانج نظرة معناها إنه كشف حقيقته وأخد ليان وهرب.
ولما وصلوا لمكان أمان سألها إن كانت تعرف مين اللي ورا الحادثة اللي حصلت له من سنة، فقالت له إنه شخص اسمه سان جوموهو، وحكت له على حاجات كتير فهم بيها إن سان جوموهو هو دونج، وراح له بيته وواجهه بكل المعلومات والأدلة اللي وصل لها، وسأله ليه حاول يقتل سيون، فقال له دونج إنه مش شايف غير اللي عايز يشوفه، وهو مش هيصحح له معلوماته لكن هيسيبه لحد لما الذاكرة ترجع له والحقيقة تذبحه، وادّى له الفيديو الأصلي لإصابة هان، فبعته هان ليوجي وهي قالت له إن سيون فاقت، فراح لها على طول لكنه لقى كانج والعُملا مستنيينه هناك ومسلطين أسلحتهم عليه، ولمّا سأل عن سيون قال له كانج إنها ماتت، ووقتها اتصدم إن يونجا طلعت بتخدعه ومسحت الفيديو بتاعه كمان، بس هل هتطلع فعلًا خاينة والّا بتعمل كده لهدف تاني؟